تعالي بقى معايا النهارده نعمل كشري حله الواحده. وده طبق الكشري بتاعي، وده البصل بتاعه اهو. شوفوا البصل الكشري بتاعي القمر ده. اللي عايز يعرف الطريقه والوصفه يتابع الفيديو خطوه بخطوه. هنعمل مع بعض احلى طبق كشري بالشكل ده في حله واحده، من غير ما نبهدل الدنيا ونعمل حلل كتير. دمتم في رعايه الله. نتقابل في الوصفه ونبدا مع بعض. معانا بصل بتقطع جوليان، ومعايا هنا كمان الرز منقوع. واهم حاجة في الموضوع ده في العدس بتاع الكشري انه لازم يكون منقوع برضو اقل حاجة ساعتين وفي مية سخنة. هنبدأ بقى مع بعض نروح على النار وهنشوف هنبتدي نعمل ايه. في الحلة اللي على النار هنحط زيت، بس هنحط زيت كتير شوية وهقول لكم ليه واحنا بنستخدمه دلوقتي. على الزيت بتاعنا طبعا انا حطيت زبدة عشان كده لونه اصفر. دي كمية زيت كويسة. هننزل بقى بالبصل حتى لو الزيت بارد مفيش مشكلة. هنا معايا البصل اهو. طبعا اي بصل بقى كمية تحبوها اعملوها. انا عشان انا اللي باكله بس البصل فانا عامله الحبة دول. طبعا هم كتير عليا يعني، بس ايه بعملها بقى لحد ما يتحمر خالص ونشيله من الزيت. لما يتحمر هوريكم. وده شكل البصل اهو بعد ما اتحمر. هلمه بقى من الزيت ده، اطلعه هلمه كله، احطه بقى على منديل او على اي شيء انتوا تفضلوه. هسيبه بقى على جنب علشان يبرد وفي نفس الوقت يبقى مقرمش. هنا بقى هقول لكم انا هعمل ايه بالزيت الكتير اللي انا واخداه. دي طاسه حاطه فيها توم عشان هاخد منها شويه زيت للتوم. التوم ده هنعمل منه الصلصه وهنعمل منه الخل. الصلصه بتاعت ايه؟ بتاعت الكشري. طبعا انا بحب نكهه الزيت اللي فيه البصل، بيدي تيست عالي جدا في الحاجات دي. نزود كمان حبه صغيرين. معايا توابل هنا للصلصه وللخل، عباره عن كزبره وفلفل وبابريكا وشطه. الشطه اختياري طبعا يعني. هنا الثوم بتاعي اتحمر اهو، هنزل عليه بالتوابل. بعد ما انزل عليه بالتوابل مش عايزه اقول لكم على الريحه اللي طلعت منه ان شاء الله. هبدا بقى ان انا ايه اقسم البصل الثوم ده واعمل جزء منه بخل وجزء منه بصلصه. هنا ده الصلصه بتاعتي نزلت بقى على الثوم، بس الصلصه مجمده. سيبها بقى ايه تغلي، تسيح وتغلي. وهنا دي دقه الخل بتاعتي اهي بعد ما خلصت. هنسيبها بقى على جنب تبرد ونشوف الصلصه بتاعت الكشري اللي هي بتتعمل، ونبدا نجهز في الكشري نفسه بقى. الزيت بقى بتاعنا اللي اتبقى ده هننزل بالشعريه الكميه اللي بتحبي تحطيها يعني. طبعا عشان انا عامله كميه قليله فعامله حبه الشعريه دول بس. واحنا بنعمل الشعريه هنتابع الصلصه برضو معانا على النار التانية اهي. هنا متابعينها برضو اهي لسه بتفك. هنا الشعريه بتاعتي اتحمرت خالص اهي وبقت زي ما انا عايزه، او على حسب بقى الدرجه اللي بتحبها في التحمير. في التوقيت ده لازم يكون عندنا ميه مغليه جاهزه. هنزل بالرز، العدس، كل ده هصفيه وانزل بالحاجه بس. والمكرونه النوع اللي تحبيه او بتعملي كذا نوع. هقلب كويس عشان يختلط بالزيت كله. وهنا لازم ميه مغليه، دي ميه مغليه بنزل عليها على الرز والمكرونه والعدس زي مقدار الرز بالظبط. هنظبط زي مقدار الرز بالظبط. هنحتاج كمان شويه ميه. الميه لازم تكون مغليه عشان خاطر المكرونه ما تعجنش. نظبط بقى الملح بتاعنا ونسيبه بقى يغلي ويتشرب الميه بتاعته. ومن هنا هنتابع الصلصه برده بتاعتنا اهي على نفس العين التانية لسه بتفك برده. هنا كده خلاص الصلصه بتاعتي خلصت وظبطنا الملح بتاعها. نقفل عليها بقى، نقفل عليها عشان تسيبها تبرد. وده الكشري بتاعنا بيتشرب اهوت الميه يا دوب لسه بيغلي.
او يعني تشرب نسبة كبيرة من المية. هنوطي عليه بقى، نهدي عليه النار. يعني باختصار هنعمله معاملة الرز. وهنا الكشري الجميل بتاعي خلاص استوى وطفيت عليه. طبعا اللي هيسألني العدس استوى ازاي او كده، ادي مثلا عدساية اهي اهو استوى. شوفوا بقى على الغرف.